وينبغي أن يعلم أن لرمضان في الدعاء خصوصية، وتأمل ذلك في آية الدعاء العظيمة في سورة البقرة التي جاءت في أثناء آيات الصيام، فقبلها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبعدها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أعني قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإن مجيء هذه الآية في أثناء آيات الصيام دليل بين على ما لرمضان من خصوصية في الدعاء. وإذا كان للصائم عموما عند فطره دعوة مستجابة، فكيف إذا كان الصيام صيام فريضة؟ وما تقرب إلى الله عز وجل متقرب بشيء أحب إلى الله مما افترضه عليه.